أمنيتي تنتهي الحرب، يتحرر العراق، ونفق قناصاتي، وارجع اضمهن ببيتي بالكنتور، اضمهن خلي ادل الجماعه خاف ما يندلون حتى يجون ياخذونهن، واضمهن للايام القادمه خاف اكو شيء يصير. عنده عاده هو يعني هذه ماخذها من اجدادنا، ان يطبخ بليله العاشر بباب البيت. نعم. فصعد اول يوم محرم. زين. انا وياه بالسياره وصلته، ظلينا نسولف، وصاني على امور خاصه. لحج شكو صاير؟ قال لي انا هاي الروحه ما من عندها رجعه. سبحان الله. كان حاس كلش. فقلت له بعدنا محتاجينك بعد وقت. قال لي لا كافي، هذه ايام الحسين، واقسم على الحسين بالزهراء ان ياخذني بيها. فقلت لك اول يوم محرم صعد للجبهه، نتواصل احنا بالتليفون، وهذه تواصلت وياه انا قبل المعركه الساعه 2 الظهر بالضبط، نفس اليوم الاستشهاد. نشر صوره كاتب عليها هذه اخر صوره من ارض المعركه. تعرف بالتعليقات هذا اللي كاتب له ان شاء الله الانتصار، ان شاء الله ما اعرف شنو، ما حد عرف بعدها، ما عرف شنو العنوان اللي بداخل الصوره. فبس واحد كتب له ان شاء الله طولة العمر حجي. شو كانك حاسس بشيء. انا على اثر هذا التعليق اتصلت به هاتفيا، سولفت وياه شنو وضعك امورك؟ قال لي ان شاء الله اليوم عندنا تطهير، وبعد التطهير انزل بحيل الله نزله كلش حلوه. هسه الكلام ما يسر. زين ظليت انا قاعد ما مرتاح، عندنا موكب بالشارع يم الحسينيه، قعدت بالموكب كلش ما مرتاح. بالك يم اي بالي يم تفاصيل. اتصل علي رقم باوعت له، السلام عليكم السلام، قواك الله عظم الله اجورك. قلت له اجلنا واجرك. انا كل ظني اني ايام محرم يعزيني في مصاب سيدي مولاي ابو عبد الله الحسين. قال لي عمي استشهد. قلت له تقصد ابوي؟ قال لي. فاحنا هذا الولد اللي اتصل بي عندي انا وياه، قلت له حسن عف هاي الشغلات مال الشقه وهذا الضحك. قال والله استشهد. قلت له يلا علي بالعافيه. سديت التليفون بوجهه. رجع اتصل بي مره ثانيه، قال لي انت وين؟ قلت له انا بالبصره. قال كمل امورك اطلع لبغداد. فصدفه طبيت على الفيس باوعت اكو بنيه كانت عندنا اعلاميه، فناشره الخبر وناشره الصور، كانت البصره بعد في ما تدري نهائيا. انا راسه قلت له اذا ممكن بس لا تسوين الخبر على كل البيجات والقنوات، بس طيني مجال 10 دقائق اطلع من البيت. فما قدرت، بين ما بدلت بالبيت ما اعرف شنو، لبست بدشداشه طلعت. الحجيه سالتني وين؟ قلت لها رايح للزياره. خابرت على عمامي، قلت لهم انتوا وين؟ كان بوقتها عمي ابو صادق، عمي فالح، وابو جعفر جارنا وعمنا.